المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء استهلها بالعناوين. إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. تواصل تبرعات الإريتريين في المهجر للتصدي لفيروس كورونا. معاقبة المتاجر المخالفة للتعليمات في مديرية القنهري. تشاد تعلن مقتل 52 جنديا في عملية ضد بوكو حرام. دمشق تتهم منظمة أممية بالتضليل بعد تقرير حملها مسؤولية هجوم بالغازات السامة. ووزراء المالية الأوروبيون يقرون خطة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو. السلام عليكم ورحمة الله. أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت أمس وأمس الأول على مشتبه بهم إصابة مواطن يبلغ من العمر 72 عاما كان قد دخل البلاد قبل توقف الرحلات الجوية إصابته بمرض فيروس كورونا. بهذه الإصابة الجديدة ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إريتريا إلى 34 مريضا. وأفادت وزارة الصحة بأن جميع المرضى يحصلون على الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى. يواصل الإريتريون في المهجر التبرعات بتنظيم أقوى للتصدي لفيروس كورونا. وأفادت المعلومات الواردة إلينا بأن الإريتريين في بريطانيا وشمال أيرلندا قدموا 45 ألف جنيه ليضاف إلى تبرعهم الأسبوع الماضي بمبلغ 55 ألف جنيه ليصل مجموع تبرعهم ل100 ألف جنيه. كما قدمت السيدة مريم ياسين المقيمة في بريطانيا مع زوجها السيد مايكل فرويدنبيرغ مبلغ مليون نقفة. وأضاف المواطنون المقيمون في الدول الإسكندنافية أي السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا مبلغ 1,300,000 ألف كرونر سويدي لمبلغ المليون كرونر الذي قدموه سابقا ليصل مجموع تبرعهم ل2,300,000 ألف كرونر سويدي. وجاء التبرع على النحو التالي: لجنة تنسيق الاحتفالات في الدول الإسكندنافية 100 ألف كرونر باسم المشاركين، ولجنة التصدي في ستوكهولم ب100 ألف كرونر، ولجنة التصدي في سكارا ليتشو بينغ ب41,500 كرونر، ولجنة التصدي في يوتبيري ب32,500 كرونر، وأعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ستوكهولم ب50,000 كرونر، والجالية الإريترية في جنوب غربي ستوكهولم ب50,000 كرونر، ولجنة التصدي في أوميو ب7,100 كرونر، ولجنة التصدي في مدينة كالمي ب5,000 كرونر، ولجنة التصدي في بيرغن بالنرويج ب5,000 كرونر، والسيدة إيلسا زرقاء باسم زوجها المتوفى وابنتها ديانا زرقاء ب152 ألف كرونر، وجمعية المعاقين فرع السويد ب10,000 كرونر، والجالية الإريترية في مدينة يافلا ب70 ألف كرونر، والجمعية التعاونية للأعمال الخيرية للأطفال الإريتريين السويديين ب6,000 كرونر. وفي غضون ذلك قدمت الجالية الإريترية في الدمام والخبر بشرقي المملكة العربية السعودية 22,800 ريال سعودي. تبرع الإريتريون في الداخل ب1,100,000 نقفة إضافة إلى تبرعات عينية لتنمية صندوق التصدي لفيروس كورونا البغيض. ووفق التقارير اليومية الواردة من وزارة الصحة، تبرعت جمعية إريتراكو للشاحنات ب500,000 نقفة، والجمعية التعاونية للقوات الجوية ب100,000 نقفة، وفندق سارينا بمدينة كرن ب100,000 نقفة، والفرقة العسكرية 39 ب25,000 نقفة، والجمعية التعاونية لمكتب الأمن القومي ب10,000 نقفة. كما تبرعت جمعية إريترو جيرمان ب35,000 نقفة، وموزعي شركة البيرة في الأقاليم ب120,000 نقفة. تبرع مواطنون من أسمرة وكرن ومصوح وعلب رعد بحوالي 260 ألف نقفة و1000 دولار، إضافة إلى تقديم عدد كبير من المواطنين لمواد عينية. اتخذت الإجراءات القانونية ضد 200 متجر في مديرية دقم حري لمخالفتها التعليمات الصادرة من وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة واللجنة العليا لمكافحة مرض فيروس كورونا. وتم معاقبة 115 دكانا و57 متجر لبيع الذرة و28 متجرا لبيع الفلفل الأحمر بمبلغ نصف مليون نقفة.
ولتخفيف الضغط على المواطنين قام 8 شباب بتقديم 15 كنتال ذرة و3000 نقفة وكنتال ونصف الكنتال من السكر، إضافة إلى أدوات النظافة ل30 أسرة محتاجة. كما قدم كل من السيد يوهانس تخل مريم والسيد ميكائيل تسقاي والسيدة صحية حدقو والسيد تسفو تولد برهان والسيد ميكائيل ولد جبريل من وسط مدينة قمحرة نصف كنتال من الذرة لكل من 40 أسرة محتاجة. كما قدم مواطنون مقيمون في نفس المنطقة مبلغ 22,120 نقفة. كما تم تغريم مؤسسات تجارية خالفت التوجيهات الصادرة في مديرية لوغو عن سبها وقامت بزيادة الأسعار بطريقة غير منطقية وقانونية، وبعضها فتحت أبوابها مخالفة لتعليمات الإغلاق. ووفق المعلومات الواردة من مكتب الإدارة تم تغريم كل واحد من الحانات الثلاث التي خالفت تعليمات الإغلاق وزاولت عملها 3000 نقفة، إضافة إلى إغلاقها لفترة 3 أشهر بعد انتهاء الأزمة وإعادة الحياة إلى طبيعتها. كما اتخذت قرارات على المؤسسات التي زادت أسعار المواد الاستهلاكية بناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة. وأفادت المعلومات الواردة من المديرية بأنها قدمت تحذيرات شفهية إضافة إلى تغريم مالي لمخالفي قاعدة التباعد الاجتماعي والمناسبات الاجتماعية. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية. أعلن الجيش التشادي مقتل 52 جنديا في عملية عسكرية ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية. وكانت تشاد قررت إرسال جنود إلى النيجر ونيجيريا في إطار عملية مكافحة جماعة بوكو حرام الإرهابية. وقال وزير الدفاع التشادي محمد أبالي صلاح في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن الهدف هو تطهير منطقة الجزر الواقعة على بحيرة تشاد، وأشار إلى انتشار للقوات التشادية في 5 قطاعات دون أن يحدد عدد العسكريين الذين تم نشرهم. يذكر أن السلطات التشادية أعلنت إقليمين قرب بحيرة تشاد منطقة حرب، بما يمنح السلطات المحلية مزيدا من النفوذ للرد على جماعة بوكو حرام الإرهابية. وكان مسلحون شنوا هجوما على قاعدة عسكرية بجزيرة بوهوما في 23 من مارس الماضي، ما أدى إلى مقتل 98 جنديا في إحدى أسوأ الهجمات على الإطلاق على القوات الحكومية. اتهمت دمشق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أصدرت تقريرا اتهم قواتها بالمسؤولية عن هجوم بغازات سامة طال مدينة اللطامنة في وسط البلاد عام 2017، اتهمتها بالتزوير ونددت بالتقرير ووصفته بأنه مضلل. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نقله الإعلام السوري الرسمي إن تقرير المنظمة مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية. وأكدت أن سوريا ترفض ما جاء فيه شكلا ومضمونا، وبالوقت ذاته تنفي نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى. واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى القوات الحكومية بالمسؤولية عن هجمات على اللطامنة في محافظة حما، وتنفي دمشق التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاعات 9. أقر وزراء المالية الأوروبيون خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا من كوفيد-19 على التصدي لتداعيات الوباء، لكن الخطة تجاهلت مطلبا إيطاليا فرنسيا مشتركا بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتل بأسره. وأفاد المتحدث باسم رئيس مجموعة يورو جروب إن الاجتماع انتهى على وقع تصفيق الوزراء، في حين رحب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بإقرار الخطة، معتبرا أن الاجتماع أفضى إلى اتفاق ممتاز ينص على إتاحة 500 مليار يورو في الحال. وقال لومير إن أوروبا اتفقت على الخطة الاقتصادية الأهم في تاريخها. وفي وقت سابق حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من أن وجود الاتحاد الأوروبي نفسه سيكون في خطر إذا لم تتآلف دول الاتحاد لمكافحة الجائحة.
وكابدت دول الاتحاد الأوروبي صعوبات جمة لأسابيع كي تقف صفا واحدا في مواجهة الأزمة وسط خلافات بشأن الأموال والمعدات الطبية والأدوية والإجراءات على الحدود والقيود التجارية لتكشف المحادثات المضنية عن خلافات مريرة بين الأعضاء. اتفقت دول منظمة أوبك وحلفائها على تقليص الإنتاج بنحو 10% لمواجهة تراجع الطلب الناتج عن الإغلاقات بسبب انتشار فيروس كورونا. وقالت المجموعة إنها ستقلص الإنتاج في مايو ويونيو بواقع 10 ملايين برميل للمساعدة في رفع الأسعار، ثم سيتم تخفيف هذا التقليص تدريجيا حتى إبريل عام 2022. وقد أجرت مجموعة أوبك بلاس المكونة من منتجي أوبك وحلفائها ومن بينهم روسيا محادثات باستخدام تقنية الاتصال بالفيديو، وكانت خلافات بين السعودية وروسيا قد عقدت تلك المحادثات. وتوصلت الأطراف إلى اتفاق على تقليص الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا أو 10% من الإمداد العالمي عما قبل الأزمة، ومن المتوقع تقليص 5 ملايين برميل أخرى من قبل دول أخرى. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضاء.